تخيل معايا أمريكا في 1777، دولة جديدة خارجة من يد بريطانيا، ضعيفة وما عندهاش جيش قوي ولا أسطول بحري اللي يحمي السفن ديالها. في ذاك الوقت بزاف ديال الدول كانت كتشوف شنو غادي يوقع وكتخاف تدخل في مشكل مباشر مع بريطانيا. ولكن المغرب خرج بقرار حتى واحد ما كان كيتسناه. السلطان سيدي محمد بن عبد الله حل المراسي المغربية قدام السفن الأمريكية، وهذه الخطوة خلت المغرب أول دولة كتعترف بالولايات المتحدة الجديدة. ولكن علاش المغرب دار هذا القرار في ذاك الوقت بالضبط؟ واش غير حيت كان باغي يساند الناس باغيين يتحرروا من بريطانيا، ولا كان داير حساب آخر اللي فيه التجارة، المصالح والسياسة؟ باش نفهموا القصة مزيان خصنا نرجعوا شوية للور. ملي كانت المستعمرات الأمريكية تابعة لبريطانيا، السفن ديالها كانت كتسافر براية بريطانيا وكتستافد من الحماية ديالها. كانت كتدخل الموانئ تبيع وتشري بلا مشاكل، حيت كل شيء عارف القوة ديال الأسطول البريطاني في ذاك الوقت. ولكن ملي علنات أمريكا الاستقلال، هاد الحماية سالات، ولات السفن الأمريكية كتدور في البحر براية جديدة، ومازال بزاف ديال الدول ما معترفينش بها. وهنا بدا المشكل. أي سفينة ما عندهاش دولة قوية واقفة وراها ولا اتفاقيات واضحة مع الدول اللي كتحكم الموانئ كانت كتكون معرضة للحجز أو الهجوم. التجارة الأمريكية في ذاك الوقت بدات كتضعف، والبلاد كانت محتاجة الأسواق والفلوس والمواد باش توقف على رجليها. في المقابل المغرب كان كيسيرو السلطان سيدي محمد بن عبد الله اللي هو محمد الثالث، اللي كان مهتم بزاف بالتجارة وبالمراسي. ما كانش كيشوف البحر غير من جهة الحرب، ولكن كان كيشوفه كباب كبير ديال الرزق والقوة. هو اللي طور الصويرة وخلى عندها واحدة من أهم المراسي في ذاك الوقت، وجاب لها تجار من بلايص مختلفة باش تولي حلقة وصل ما بين المغرب، أوروبا وإفريقيا. أمريكا الجديدة كانت فرصة زوينة للمغرب، دولة بعيدة ما عندهاش أطماع في الأراضي المغربية، عندها بلاد كبيرة وقدرت تكبر مع الوقت. في 20 دجنبر 1777 السلطان أعطى الأمر باش السفن الأمريكية تدخل المراسي المغربية وتدير التجارة بكل حرية وأمان. هذا القرار كان فيه موقف سياسي، ولكن كان فيه حتى حساب اقتصادي. المغرب كان باغي يفتح باب مع شريك جديد ويبين للدول الأوروبية باللي هو حر في العلاقات ديالو، ماشي تابع للحصار ولا القرارات ديال شي دول أخرى. بالنسبة للأمريكيين هذه الخطوة كانت مهمة بزاف، حيت جات في واحد الوقت كانوا مازال كيقلبوا فيه على الاعتراف وعلى شي دول تتعامل معاهم بشكل رسمي. ولكن العلاقة ما مشاتش بسرعة. أمريكا كانت غارقة في الحروب وفي الديون وفي بناء الدولة ديالها من الزيرو. المغرب من جهته كان باغي اتفاق مكتوب وواضح ينظم التجارة ويحمي السفن ويحدد الحقوق ديال كل بلاد. دازوا أعوام وبقات المفاوضات كدوز بشوية، حتى وقع واحد الحدث اللي غادي يسرع كل شيء. في 1784 البحرية المغربية حجزات على سفينة تجارية أمريكية سميتها بيتسي. هادشي ما كانش إعلان حرب، ولكن كان رسالة واضحة من السلطان. الاعتراف بوحده ما كافيش، خص معاهدة رسمية ما بين البلدين. من بعد هذا الحادث الأمريكيين بداو كياخذوا الموضوع بجدية أكثر، حيت فهموا باللي التجارة ديالهم في البحر ما غاديش تكون مضمونة بلا اتفاق. وهنا جا مبعوث أمريكي للمغرب باش يتفاوض مع السلطان على معاهدة ديال السلام والصداقة. المفاوضات وصلت للنتيجة سنة 1786 وتكتبت معاهدة كتضمن السلام، حرية الملاحة والتجارة ما بين المغرب وأمريكا. ومن بعد صادق عليها الكونغرس الأمريكي سنة 1787. هذه المعاهدة ما كانتش غير ورقة، ولكن ولات الأساس ديال العلاقة بقات مستمرة ما بين البلدين حتى لدابا. وما بين الحوايج اللي كتعطي لهذه القصة قيمة كبيرة كاين الرسالة اللي كتب جورج واشنطن للسلطان سنة 1789. واشنطن كان ديك الساعة هو أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. شكر السلطان على الصداقة وعلى الموقف ديال المغرب، واعترف باللي أمريكا مازال دولة صغيرة وما عندهاش إمكانيات كبار، ولكن كانت كتعطي قيمة كبيرة للعلاقة مع المغرب. هنا كيبان باللي القرار ديال السلطان ما كانش مجرد مجاملة، كان قرار محسوب. المغرب شاف فرصة قبل بزاف ديال الدول وفتح الباب مع بلاد عاد كانت كتبنى، ولكن كان عندها مستقبل كبير. والسؤال، واش السلطان كان عارف باللي أمريكا غادي تولي أقوى دولة في العالم؟
ما نقدروش نقولوا هادشي باليقين، ولكن من المؤكد هو أنه كان فاهم باللي تنويع الشركاء وتقوية التجارة كيخلي المغرب يكون عنده هامش ربحي أكبر. وزيد على هادشي، الصويرة ما كانتش غير مدينة على البحر، كانت جزء من رؤية كاملة ديال السلطان. كان باغي التجارة العالمية تدوز من المراسي المغربية، كان باغي المغرب يبقى حاضر في المسالك الجديدة اللي بدات كتربط أوروبا بإفريقيا وبالعالم الجديد. ملي فتح الباب قدام السفن الأمريكية، خدم جوج مصالح في مرة واحدة. أمريكا لقات مراسي آمنة وبلاد معترفة بها، والمغرب لقى شريك جديد يقدر ينقص شوية من الضغط ديال الدول الأوروبية. وحتى حادثة بيتسي خصها تفهم بهذا الشكل، ماشي غير قصة ديال القرصنة، ولكن وسيلة ضغط في واحد الزمان اللي كانت فيه القوة البحرية جزء من التفاوض ما بين الدول. قصة المغرب وأمريكا كتورينا باللي العلاقات ما بين الدول ما كتبناش غير بالسلاح، كتبنى حتى بالتوقيت، بالمصلحة، وبالقدرة أنك تاخد قرار قبل الآخرين. المغرب حل مراسي، أمريكا خدت الاعتراف، ومن بعد جا حجز بيتسي باش يسرع المفاوضات. ومن هادشي خرجت معاهدة ولات من أقدم المعاهدات الصداقة اللي باقية مستمرة في التاريخ الأمريكي. هاد القصة ما فيهاش طرف بطل وطرف آخر ضعيف، فيها مصالح من الجهتين. المغرب كان باغي تجارة وشريك جديد، وأمريكا كانت محتاجة الاعتراف والأمان في البحر. ومن هاد التوازن بدات علاقة عمرها أكثر من 2 قرون. دابا قول لي، واش كنتي عارف العلاقة ما بين المغرب وأمريكا بدات من ذاك الوقت؟ واش كتظن قرار السلطان كان شجاعة سياسية ولا حساب اقتصادي ذكي ولا بجوج مجموعين؟